لكل من ضاقت به السبل واشتد عليه الكرب. أنصحكم بدعاء. هذا الدعاء له سر عجيب وقصة أعجب. أنصحكم بهذا الدعاء تقولوه وتلتزموه بعد كل صلاة ولو مرة واحدة بس، بنية أن يكفيكم الله الهم والغم وأن يفرج عنكم الكرب. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو قصة هذا الدعاء، ياريت كلنا نحط لايك علشان الفيديو ده ينتشر ويروح لأي حد محتاجه، وياريت نصلي على النبي كلنا في التعليقات، لأن كل دقيقة بتمر علينا بنتحاسب عليها، فياريت نكون في طاعة الله. هذا الدعاء دعا به الحسن البصري رضي الله عنه حينما استدعاه الحجاج، وأنتم تعلمون من هو الحجاج، ذاك الطاغية في عتوه وطغيانه وجبروته. وكان قد أمر جنده أن يأتوه بالحسن البصري، وقال: إذا دخل علي فاقطعوا عنقه. وجاء الموعد وقبضوا عليه وأوثقوه وأوقفوه بين يدي الحجاج. وكان الحسن البصري رجلا لله خاشعا وبه واثقا. وقبل أن يدخل على الحجاج رفع الحسن البصري يديه إلى السماء وقال دعاء هو سر هذه القصة. ثم دخل على الحجاج فتغير وجهه وانبسط له وأدناه وفك قيده وقربه وجعل يقربه حتى أجلسه بجواره على سريره، ثم طيبه، ثم أخذ يستشيره في أمور الحكم والسياسة والرعية، ثم وهو يناديه يكنيه يقول له: يا أبا سعيد، يا أبا سعيد. ثم انتهى المجلس بينه وبين الحسن البصري، ثم شيعه إلى باب القصر، ثم قال له: ألك حاجة يا أبا سعيد أقضيها لك؟ فتعجب الحاجب الذي كان يحضر المجلس، تعجب أن الحجاج كان يستشيط غضبا وأمر بإعدام الحسن البصري، فهرول وراء الحسن وترك خدمته وهرول وراءه وقال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل فيك، فماذا قلت لربك؟ قال له: حينما دخلت على صاحبكم ووجدت الشرر في عينيه ناجيت في نفسي رب العزة قائلا: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي عفوك ما يمحو الذلل. اللهم يا وليي في نعمتي، يا مؤنسي في وحشتي، يا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. إنه دعاء خرج من قلب خاشع، من عبد يعلم أن الملوك بيد الله، وأن قلوب العباد بين إصبعي الرحمن. ودخل الحسن على الحجاج فإذا بالحجاج يتغير حاله ويبتسم له ويجلسه بجواره ويكرمه، بل ويودعه بكلمات طيبة ويقول له: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. سبحان من قذف هيبته في قلوب الجبابرة، سبحان من بيده ملكوت كل شيء. يا عبد الله، إذا اشتد عليك الكرب فاعلم أنه لا مفر إلا إلى الله، وإذا أحاط بك الظالمون فارفع يديك إلى من لا يرد سائله ولا يخيب رجاؤه. قل كما قال الحسن: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، فهو السميع القريب المجيب، فهو الناصر والمعين، هو من يقول للشيء كن فيكون. فهلا رفعت كفيك الآن وقلت: يا رب، الباب مفتوح والرحمة واسعة، وما ضاع عبد لجأ إلى مولاه. فيا من تسمعني الآن، لا تستهين بهذا الدعاء، فقد نجا به عبد صالح من بطش طاغية لا يرحم. دعاء خرج من قلب خاشع فتبدل به القدر وانقلبت به الموازين. ارفع الآن يديك وقل من قلبك: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمة من ظلمني علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قلها بيقين ورددها كلما ضاق صدرك أو خفت من ظلم أو احتجت نجاة.
والله ما خاب من دعاه ولا خسر من توجه إليه. اللهم اجعلها دعوة مستجابة لكل من دعا بها، وافتح له بها بابا من الفرج لا يغلق أبدا. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.